سلام زينات، واش راكم؟ واش غتكونوا كامل بخير؟ مرحبا بكم في مطبخ كوكيتا. اليوم راح نديروا خبز كوشه على وقفه. نحتاجوا كاس حليب يكون دافي، نسحقوا ربع كاس تاع الزيت، نخلطوهم مليح، نزيدوا عليها بياض تاع البيضه، مغرف كبيره خميره، مغرف كبيره سكر، وعندنا شويه سانوج. راح نزيدوا عليها فرينه، نزيدوا عليها غير بشويه، يعني شوفوا هي تشد لكم واحد 2 كيسان حتى 3 كيسان، يعني سا ديبون الفرينه تاعكم. نزيدوا عليها نص باكيت تاع خميره تاع الحلويات، بلا ما نساو بيان سور الملح. ونخلطوا كامل العجينه تاعنا. هي بفاصون لازم نحصلوا على العجينه تكون طريه، كيما هنايا كانت مخصوصه شويه فرينه، زدت لها فرينه شويه حتى تولي متماسكه او ميم طون طريه وتتلاصق شويه في اليد. نغطوها ونخلوها تخمر. فوالا نحكموا المول تاعنا اللي يدخل للكوشه، ندهنوه بشويه زيت، واذا عندكم كرسنيوه تلصق لكم، شفتوه بلي خفتوا يلصق لكم، ديروا بابي كريسون. فوالا ديروا شويه زيت في يدكم، ونديروا هذيك العجينه في المول ونسويو لها الوجه تاعها، ونخلوها تريح ثاني مره ثانيه، يعني واحد 10 دقائق هكذاك. بعد ما تريح نديروا لها الصفر تاع البيض، اللي درناه في العجينه. فوالا وتكونوا سخنتوا الكوشه تاعكم من قبل، يعني تمتم يطيب لكم، يعني طيابو ما يشدش الوقت، تمتم يطيب لكم باسكو يجي خفيف. فوالا هاوليك الخبز تاعنا كيفاش يجي بزاف هايل وخفيف. بون هنا كان بزاف سخون تلفطلي، حبيت نوريكم يعني كيفاش يجي. فوالا شاهد تجربوه ويعجبكم. وصفه اخرى كالعاده.